السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير فين ما كنتوا. اليوم غنقدم لكم واحد الوصفه ديال البيتزا ولكن بشكل مختلف. بقاو معنا، غنخلي لكم اليوم الشيف يقدم لكم هذه الوصفه. السلام عليكم خوتي وخواتاتي. اليوم جيت باش نقدم لكم واحد الوصفه جديده ديال البيتزا بالكفته. نقول لكم شنو هما لي زانغريديون. معنا غتقطع واحد نص بصله على هذا الشكل، كنقطعوا ثاني واحد نص مطيش على هذا الشكل وكنخليوها بالجلد ديالها. كنزيدوا معنا شويه الزويتينات باش نزوقوا. كنزيدوا معنا هاد الكورنيشون، المذاق ديالو زوين ماشي بحال داك الكورنيشون الحار. هذا ديال سبيسيال ساندويش، هذاك لودو. كيجي زوين في البيتزا. كنديروا هنايا واحد 200 غرام ديال الكفته، كنطيبوها حتى هي مع شويه البزار شويه الملحه، كنحضروها. كنزيدوا واحد هنا ملي كنديروا الحليب، كاس ديال الحليب اللي هو كيكون دافي بدرجه الحراره ديال المطبخ، كنزيدوا معاه واحد المعلقه كبيره ديال الخماره ديال الخبز، وكنخليو حتى الخماره كتفاعل مع الحليب. هذا اش كنضيفوا لي زانغريديون. هذه هي الموتزا. ضروري من الموتزا، ونقدروا نديروا شي فروماج مزيان. نو احسن حاجه هو الموتزا، الا كانت موتزا باش كتجي اللذه ديال البيتزا زوينه. كنضيفو حتى شويه ديال الزعتر مع لاباط باش كطلع لاباط واحد المذاق زوين، كتجي من السما. وكنزيدو حتى هذا باش كنطلعوا لاباط شويه القمح باش كنعجنوا البيتزا. وان شاء الله كنتمنىها تعجبكم. على بركه الله. كنبداو بكاس الحليب. نزيدو واحد الملعقه كبيره ديال السكر. كبيره ديال السكر ومعلقه كبيره ديال خماره الخبز سريعه التفاعل. كنحركو على هذا الشكل. كنسدو على واحد 10 دقائق بما تفاعلات. هانتوما من بعد ما خلطنا العجين هانتا كي كيطلع لا تيكستور ديالو، كنتلكوه مزيان حتى كيولي على هذا الشكل. هانتوما خواتاتي هانتو شوفوا كيولي مزيان على هذا الشكل العجين. من بعد ما كنتلكوه مزيان واحد 5 دقائق. هانتوما من بعد كنديروها ترتاح، كنرجعوا لها منها واحد 10 دقائق. هانتوما ملي خليناها ترتاح صافي، شوفوا كي ولات الحجم ديالها تضاعف باش تجينا مزيان في التلاك. هانتوما لاباط كي داير. يعطيك الصحه. دابا كنزيدو شويه القمح هاك. ما كنخدموهاش بزاف، غير شويه باش يحيد من داك الهواء. اللاباط ديالنا واجده باش نخدموها على سطح العمل. كنبداو بالفرomاج، ديما كنفرشوا الفرomاج هو الاول. هانتوما البيتزا ديالنا كتجي على هذا الشكل. نضيف لكم واحد المعلومه اخرى الا ما قلتهاش في الاول ديال الفيديو. انا البصله الخضراء سيرتو البصله الحمراء انها كتبقى بلا ما طيبه، كتبقى باش تبقى فيها فائده وتبقى فيها لي فيتامين. بلا ما طيبه كديرها خضراء كتجي زوينه في البيتزا، وكتجي بحال اللي مشويه. كتجي بحال مشويه وفيها لي فيتامين ديالها.
البيتزا ديالنا كتجي على هذا الشكل. ندخلوها دابا طيب في الفور، وهذا الشكل ديالها كيجي بيتزا زوينه وخطيره. وحسن لكم ايفيتو البيتزا ديال الزنقه اللي فيهم بزاف ديال البرودوي، وكتاكل البيتزا ديال الدار اللي هي زوينه بطريقه بكاع لي زانغريديون اللي عندك في الدار تقدر تصوبها بيتزا وشي حاجه صحيه.